سلام، كنتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال. اليوم جيت لكم بواحد جوج ديال الاطباق اللي هو الكباب ديال الدجاج على الطريقه التركيه مع السفه ديال الروز. الطبق ممكن تحضروه في العشاء وممكن تحضروه في الغداء، غني في جميع العناصر الضروريه للجسم وما غيحتاج منكم بزاف ديال الوقت ولا المقادير باش تصايبوه وتحصلوا على نتيجه اللي هي هائله ومرضيه لجميع الافراد ديال الاسره الكبير ولا الصغير. ندوزو للمقادير. غنحتاجو كيلوغرام من صدور الدجاج، ممكن ديروا معاه حتى الافخاذ على حسب نتوما كيفاش كتفضلوا الكباب ديال الدجاج يكون عندكم. غنطحنوها، غنجيبوا الصدور غنغسلوهم مزيان وغنطحنوهم من بعد حتى نحصلوا على كفته، ولا ممكن ناخذوها مطحونه. غنحتاج البصل منه 2 حبات متوسطه، غنحتاج ايضا الثوم، واحد 6 ديال الفصوص ديال الثوم، والفلفل الاخضر الاحمر ولا الاصفر كما كان النوع ديالو. هادو التوابل غيكون عندي الملح، البابريكا المدخنه، غيكون عندي الكمون، البزار الابيض، وغيكون عندي السودانيه اللي هي الفلفل الحار، وغيكون عندي الشابلور. غنحتاج منه تقريبا واحد 3 ديال المعالق ديال المائده. والتوابل غيكون عندي منها ملعقه شاي لكل وحده، الا الكمون اللي غتكون عندي ملعقه شاي ونصف. هنايا بالنسبه للخضر كما كتشوفوا غنحاول ما امكن انني نقردها ونقطعها بشكل اللي هو يكون صغير. ممكن تستخدموا ميكسور بلونجو وتقطعوها في الطحانه، ولكن غينزل من هذاك الماء اللي غيخلي القوام ديال هاد الكفته ديال الدجاج يكون مختلف. غنضيفوا الشابلور، لما كانش عندكم الشابلور ممكن تضيفوا غير الخبز الابيض، تاخذوا البابه ديالو الوسطانيه وتضيفوها حتى هي، ممكن تستخدموها. اذا ما كانش عندكم الشابلور ممكن تضيفوا 2 معالق ديال النشا ديال المائده اذا ما كانش عندكم ايضا الشابلور. يعني كاين بزاف ديال الامكانيات اللي ممكن تعوضوا بهم الشابلور. في هذه المرحله ضروري انكم تستخدموا اليدين ديالكم، غيعاونوكم انكم هاد الكفته تدخلوا فيها هاد العناصر كامله، الخضر مع الربيع اللي قطعناه بشكل اللي هو ناعم وقمنا بالاضافه ديالو ايضا. هنايا كناخذ الاعواد ديال الباربيكيو، ممكن الا كنتو غتشويوهم فوق الفحم. هاد الاعواد خاصكم تخليوهم على الاقل منقوعين واحد المده ديال 12 ساعه باش ما يتحرقوش لكم. الا كنتو غتدخلوهم الفرن ولا هاد الكفته غديروها غير في المقلاة ما تحتاجوش تستخدموا الاعواد. انا غندخلهم الفرن غنستخدم الاعواد. كما قلت الا كان على الفحم هاد الاعواد ضروري انكم تنقعوهم في الماء باش ما يتحرقوش لكم. انا كنديرهم بهذا الشكل. ممكن ديروهم في اعواد اللي هي صغيره، ممكن ديروهم على شكل كفيتات اللي غدوزوهم في المقله. انا الخيار ديالي اليوم كان هو الفرن، ما فياش ما نوقفش على المقله واحد المده ديال ساعه، وانا كل مره كنطيب 3 ديال الاصابع ديال الكفته. اختاريت انني نوضعهم فوق واحد الشبكه ويكون الاطار ديال الشوي من تحت منهم، وندخلهم للفرن اللي هو ساخن مسبقا على درجه حراره 190 لمده تقريبا ديال 18 دقيقه. غيكونوا واجدين، ما تخليهمش كثر سينو غينشف لكم داك الدجاج. غندوزو للمرحله ديال اعداد السفه ديال الروز. هنا كما كتشوفوا الروز بسمتي كان عندي منه نصف كيلوغرام، غسلته مزيان حتى حيد منه النشا ونقعته في الماء على الاقل مده ديال ساعه ونصف حتى لساعتين. قد ما نقعتوه في الماء وغسلته مزيان من النشا قد ما السفه ولا اي طبق غتصايبوا به الارز غيخرج مزيان. وحنا هاد لا تكنيك كنستخدموها مع جميع انواع ديال الروز. هنا بالنسبه للتوابل عندي الباديانا، عندي القرفه البلديه عواد، وعندي الحبه ديال الهيل. هنايا الزعفران شعره خديت منه تقريبا غير واحد 1 غرام ميم با. غنستخدم ايضا واحد نصف ملعقه مائده من السكر منكه بالفانيلا. عندي هنايا المسكه الحره غنستخدم منها واحد 3 غرام. والتوابل غيكون عندي ملعقه شاي من الملح، غيكون عندي ملعقه شاي من المروزيه، ملعقه شاي من الابزار الابيض، وعندي ملعقه شاي من القرفه. غنستخدم في هذه الوصفه ايضا الحليب المركز المحلى منه 3 ديال المعالق ديال المائده، زائد واحد 80 غرام من الزبده اللي غنقسمها على 2 ديال المراحل في الاستخدام ديالها. في الاناء اللي غنحضروا فيه الارز على واحد النار اللي هي متوسطه غنضيف واحد ملعقه مائده من الزبده ونصف. غنضيف عليها واحد البصله اللي ما ذكرتهاش في المقادير، بصله كبيره اللي غنشلضها، معاها الباديانا، حبه الهيل والقرفه بحال غننفجوهم مع هاد الزبده
ومع البصل، وغنخلي هذاك البصل حتى يتكارميليزا. عاد غنقوم بالاضافه ديال الارز غنكون صفيته من الماء ديالو مزيان، وقمت بالاضافه ديالو على نار متوسطه. اش غندير؟ غنحاول ما امكن انني نقلي هاد الارز ونضيف التوابل كما قلت مسبقا غير التذكير. عندي الملح، عندي المروزيه، وعندي القرفه، وعندي الابزار الابيض، وعندي المسكه الحره، ونصف ملعقه مائده من السكر المنكه بالفانيلا، وغنضيف زعفران شعره اللي غنكون رقدته في واحد شويه ديال الماء اللي هو دافي. ما كنستخدمش منه بزاف، ما بغيتش الارز يجي عنده داك اللون اللي هو صفر بزاف، يعني استخدمت منه كميه اللي هي قليله. غنقلي الارز مزيان وغنضيف عليه الماء اللي يكون حتى هو سخون، يعني الماء اللي هو كيغلي. هنا انا ما غنعطيكمش القياس، غنقول لكم غتستخدموا 3 ديال الاكواب ديال الارز معاهم 6 ديال الاكواب ديال الماء ونصف. لا تكنيك اللي ممكن تستخدموا بدون الاستخدام ديال الميزان ولا القياس هي انكم الاناء اللي غيطيبوا فيه الارز غتضيفوا الماء حتى يبان لكم بان هذاك الارز تقريبا غبر ولا تحت الماء مباشره. يعني هذا هو الحاجه اللي ممكن تعتمدوا عليها بدون ما ترجعوا كل مره لاستخدام ديال الميزان. مني كيبدا يغلى كنقص في درجه الحراره ديال الموقد الدرجه اللي هي مهيله، يعني النار خاصها تكون مهيله، وغنخليه يطيب واحد المده ديال 25 دقيقه ماكسيموم. هانتوما كما كتشوفوا من بعد ما طاب مده ديال 25 دقيقه كل حبه كتبع ختها. يعني هذا هو الطريقه الصحيحه لاعداد الارز، ما عنديش فيه النشا ولا مكتل ولا لاصق على بعضياته، بالعكس هذه الطريقه انا هي المعتمده عندي في الاعداد ديال الارز بجميع الانواع ديالو. الا طبيعه الحال الارز اللي هو ديال السوشي كاينه طريقه واحده ديال الاعداد ديالو، وبعض الانواع ديال الارز اللي هي كتكون كامله. هادوك الطريقه ديال الاعداد ديالهم كتكون واحد شويه مختلفه. مني كنحيدو كنحطو في الاناء اللي غنقدم فيه جوج ديال الحوايج غنقوم بالاضافه ديالهم. هي هذيك 40 غرام ديال الزبده اللي هي النصف ديال 80 غرام ديال الزبده اللي تكلمت عليه في الاول، وغنضيف الحليب المركز المحلى. غنخلط لكل شيء ما حدو باقي سخون وغنخليه يبرد واحد شويه. عاد غنقوم بالتزيين ديالو باي طريقه نتوما كتفضلوها. انا كنزينو بالمكسرات اللي عندي. هذا كان هو الطبق الاول من بعد ما خرجته من الفرن. الكفته ديال الدجاج، شوفوا اللون ديالها في الفرن كيفاش عامل. ممكن تستخدموا الفحم الا كان عندكم ليسباس من كطيبوا على الفحم. الا ما كانش عندكم ممكن تستخدموا المقلاة، الا ما كانش المقلاة ممكن تستخدموا الفرن. وهو غيهنيكم من ديك الوقفه على المقلاة. كل مره غديروا واحد 3 ديال الاصابع ديال الكفته ولا 4 ديال الاصابع ديال الكفته، وكتجي طريه من الداخل بنينه بزاف. والاتراك عندهم الحق انهم معروفين بالكباب، حين الطريقه ديال الاعداد ديال الكباب عندهم كتختلف من منطقه لمنطقه، وحتى النكهات ديالهم نكهات اللي هما زوينين في الطريقه ديال الاعداد ديال الكباب، لا ديال اللحم ولا ديال الدجاج. هذا السفه كنزوقها باللوز ايفيلي بهذوك العواد ديال القرفه اللي طابوا فيها، وكان عندي نوازات محمر حتى هو قمت بالاضافه ديالو. ممكن تضيفوا الكركاع، ممكن تضيفوا اي حاجه نتوما كتفضلوا. انا ما كنرافقهاش بالسكر. السكر يكون فيها كيكون ما استخدمت السكر بزاف، استخدمت غير الحليب المركز المحلى، كان كافي انه يعطي واحد النكهه اللي هي بنينه. وفي نفس الوقت الاستخدام ديال التوابل كيخلي هاد السفه ديال الارز تكون من بين احسن الاطباق اللي ممكن تقوموا بالاعداد ديالهم. ماشي غير كطبق اللي هو عادي، ولكن ممكن يكون حتى طبق ديال العراضه اللي تحطوه وتفتخروا به، خصوصا الا كان بالارز اللي هو بسمتي. غيكون عنده واحد القوام اللي هو احسن. كنتمنى ان الحلقه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. اللي كيشاهدني اول مره كانت معكم مري في القناه، يفعل زر ديال الجرس واشترك، ونقول لكم نشوفكم في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله.